بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نفصلوا ونخيطوا لكم راغلون أو لكم راجلان مباشر على الثوب بلا باترون. إذا على بركة الله غادي نبدا نحط العبارات ديالي. الثوب عندي مطوي على 4 بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هنا الجهة المسدودة غادي نبدا نحط العبارات ديالي. فاول حاجه غادي نحط هنا 6 سنتيمتر، يعني ما غنحطش 8 كما مولفين، غادي نحط غير 6 سنتيمتر هذا، وننزل باثنان. اذا هنايا كما قلت لكم راني درت 6 سنتيمتر ونزلت باثنان. من بعد غادي نحدد التركيز او الارتفاع التقويره ناقص سنتيمترين. علاش؟ لان باقي غيلصق ليا الكم هنايا، لان هذيك راه ماشي هي خط الكتف، اذا باقي غيلصق ليا الكم. وانتم غتشوفوا كيفاش غادي نفصلوا. المهم اما كنحددوا تركيز من هنايا ناقص 2، مثلا عندي 20 سنتيمتر، اولا كنرفع شريط السنتيم بحال هكا وكنحدد 22 سنتيمتر. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هذه النقطه. دابا غادي نحدد الصدر عادي، يعني دابا راه الصدر مقسوم على 2 زائد 2 للتوسيع و2 للخياطه. مثلا كنحدد 24 سنتيمتر. ومن هذه النقطه هذه كنصل بخط حتى للتركيز بهذا الشكل هذا. كنقيس هذه المسافه هذه كنقسمها على 2، كنعاود نقسم هنا على 2 وهنا على 2. ممكن تخليوها بشكل مستقيم، ولكن هذيك الانحناء كتجي زوينه. اذا انا ارتفعت بواحد ونصف، هنا دخلت بواحد ونصف، وكنرسم الدوران ديال التقويره. ممكن هنايا انكم تنزلوا، يعني تزيدوا توسعوا هذيك التقويره ب 3 سنتيمتر. ممكن تزيدوا 1 2 3 الا بغيتوا تجيكم التقويره كبيره، المهم على حسب الرغبه. اذا دابا غادي نفصلوا الاكمام ديالنا. خديت الثوب بلون مغاير باش يجي باين. غادي نطوي الثوب ديالي على 4 بهذا الشكل. اذا اول حاجه غادي نحدد الطول ديال الكم. فيعني كيفاش غادي نديرو نحسبوا الطول ديالكم غاغلون؟ فاول حاجه غادي نحددوا مد الكتف، يعني لي زيبول مع المونش اولا الاكتاف زائد الكم. هذاك هو مد الكتف. يعني تقريبا كيكون عندي 80 راه كتكون تقريبا ستوندار. اذا كنحسب هذيك مثلا 80 اولا 78 سنتيمتر ناقص 6 سنتيم، يعني باش تعطيني هاد المسافه هذه، يعني باش تعطيني الطول ديالكم ديالي. اذا كناخذ مد الكتف ناقص 6 سنتيمتر، وهذه راه قاعده باش كنحدد الطول ديالكم غاغلون. شحال ما عندكم في الاكمام بطبيعه الحال كديروا حساباتكم. الا كنتو غادي تضيفوا الباندا، الا كنتو غتضيفوا الباندا راه كتنقصوا الطول ديال الباندا من الكم. اذا حددت هنايا الطول ديالكم، مثلا عندي 78 ناقص 6 هي 72. دابا غادي نحط الاسوره، مقاس الاسوره. فمثلا انا درت 14 سنتيمتر. دائما كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. هنا غادي ننزل باثنان زائد واحد، يعني هذيك الاثنان اللي غتخصني باش نكمل التقويره ديالي غادي نضيف عليها سنتيم الخياطه، يعني كنزل ب3 سنتيمتر. دابا غيخصني هنايا العمق ديال حردة الابط. وكيفاش غندير نخرجو من الموديل، يعني غتخصني هاد المسافه هادي، نحسب هاد المسافه هادي. اذا كيفاش غنحدد هاد المسافه هادي؟ كتساوي ليا الصدر، داكشي اللي درت في الصدر ناقص 6 سنتيمتر. واضح؟
يعني شحال ما درتو في الصدر ديالكم نقصوا منه 6 سنتيمتر. فمثلا انا درت 24 غنقص 6 عندي 18 سنتيمتر، وهنا غنزل ب 24 سنتيمتر. يعني كتنزلوا بارتفاع التقويره اولا التركيز. كنرسم خط كنلاقي هاد النقط صافي. كنرسم لكم ديالي بهذا الشكل هذا. دابا هاد المسافه هادي كنقسمها على 2 كما كنديروا لكم. كنعاود نقسم كل نصف على 2. هنا عندنا في الموديل هذا يعني خرجت بواحد ونصف. هنا العكس، غندخل بواحد ونصف عكس لكم، غندخل بواحد ونصف ونخرج بواحد ونصف. وكنرسم حردة الابط بهذا الشكل هذا. صافي هذا هو الكميم ديالي بكل بساطه. دابا الا كنتو باغيين مثلا ديروا الايفازي ديالكم ما غتاخدوش لان الكم دابا راه داخل فيه حتى الاكتاف. اذا غادي نحدد تقريبا 25 سنتيمتر وغادي ندخل بسنتيمترين، اولا ممكن ترسموا غير بالبيروكي. صافي كنقطع لكم بهذا الشكل هذا. نقطع بالنسبه لجهه الامام فغادي نعمق التقويره. الا كنتو غادي ديروا سلسله اولا فتحه كتهبطوا غير ب 8 سنتيم. الا كنتو غادي الكم غادي ما غديروا له، عفوا الرقبه ما غديروا لها والو، ما غديروش ليها فتحه، غتنزلوا ب 10 سنتيمتر. اذا على بركه الله غنبداو الخياطه ديالنا. اذا كناخذ اي جهه بديتو بها ماشي مشكل، جهه الامام ولا جهه الخلف بحال بحال. اذا كندير الوجه على الوجه كنحدد التقويره ديالي. بحال مثلا غنبدا بهاد الجهه كدير الوجه على الوجه وكنبدا نخيط. ونحاول انني نقاد التقويرات باش ما يجيني حتى شي تفاوت، يعني نخيط يجوني مقادين. اذا كما كتشوفوا هو كيجيني مقاد، التقويرات راه كيجيو مقادين. دابا غادي ناخذ الجهه الثانيه بنفس الطريقه. غادي نوضع الوجه على الوجه وغادي نخيط. دائما كنحاول انني نقاد تقويرات هكا بيدي، اولا ممكن تشدوه بدبابيس باش منين تكونوا كتخيطوا يجيكم مقادين. انك كتعرفوا ان السباط راه كيجر الثوب، لهذا خاصكم تحاولوا انكم تحكموا في الثوب ديالكم. دابا غادي ناخذ الجهه ديال اللي بقات لي ديال الامام وكنخيط التقويره ديال الامام. دائما كندير الوجه على الوجه وكنخيط. دائما شوفوا كيفاش كندير الخيط، يعني دائما كنحاول نقاد التقويرات، كنمشي للاخر وكنشد بصباعي يعني بحال شاده بفنيته. الجهه الاخرى شوفوا يعني كيجيو مقادين. صافي دابا ساليت الخياطه.
لصقت الاكمام كيجيو بهذا الشكل هذا. دابا غادي نجمع الكميم مع الجناب، نجمع البياسه ديالي. الجهه الاخرى صافي. هذه البياسه ديالي ساليتها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكم غاكلون. المهم انا دوزت عليه مصلوح خفيف واخا ما صلحتوش مزيان، غير باش يبان مزيان. ساهل وبسيط والنتيجه كتخرج بحال الا درتي الباترون، تخرج نفس النتيجه، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف خاصه في البدايه الرياضيه. انا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.